تيجي تسأل بقى على فلوس بتيجي منين، وفلوس الكتير، مكسب الكتير. لو انت عندك استثمار صغير او فلوس صغيرة في حدود مثلا 2 3 4 مليون جنيه مثلا، هتعمل بيهم ايه في مصر؟ مش هتعرف تعمل بيهم حاجة في مصر. تعرف تعمل بيهم حاجة بره هنا في الامارات، تعرف تاخد استوديو وتأجره وتعمل عائدات ربحية، هتعرف تعمل له اعادة بيع، هتعمل له ريسيل، وهتعرف تعمل له كمان اعادة استثمار او بيع للغير، حتى وان كان تحت الانشاء. وده بقى الميزة اللي هنا بتوفرها هنا في الامارات. كمان امن عمليات بيع والشراء موجودة هنا في الامارات، لان عملية سكيورتي جدا، ودولة عايشة ومتناغمة وقوية ضد الأحداث اللي بتحصل. الاقتصاد بتاعها وسوقها بالنسبة لمعاملاتها بالدولار ثابتة كما هي. فأنت لو بتسأل فعلا على استثمار، أوريك العقارات يا سيدي، العقارات. محتاج أسمع منكم إيه رأيكم في اللي أنا قلته ده، ولو في أي تعليقات أنا ممكن أجاوب عليها، وأسئلة آسف أقدر أجاوب عليها كلها في الكومنتات. وبرضه الفترة اللي جاية دي أنا ناوي أعمل محتوى إن أنا أفهم الناس أو المستثمرين الصغيرين في مصر إزاي يقدر يستثمر بره وجوه، وإيه عمليات الاستثمار النافعة له. وده البيزنس يا شباب يعني. ابدأ تعمل بيزنس من وأنت صغير، لأن دي الفترة الوحيدة اللي في حياتك ذهنك بيبقى بكامل كفاءته 100%، صحتك بكامل كفاءتها 100%، وده اللي هيخليك تعرف تتقدم قدام. لما توصل لسن مش هتعرف تتحرك بيه يمين ولا شمال، وهتلاقي فرصك بتقل. استثمر الفرصة دي دلوقتي، وانا معاكم. وقولوا لي ايه المحتويات اللي عايزين تتكلموا، والمجالات بتاعة البيزنس اللي انتوا عايزين تتكلموا فيها، حتى لو انا مش فاهم فيها. يعني احاول ان انا استضيف ناس خبرة، ناس كبيرة هنا في الامارات في مجال الاستثمار، علشان اقدر اساعدكم.